انت بتتفرج دلوقتي على ديد بيكسل، وفي الفيديو ده هنتكلم اكتر عن اللاي اوت والتايبوجرافي في الديزاين بشكل عام. في حاجة بتفرق بين ديزاينر شغال بقاله سنة أو سنتين وديزاينر تاني شغال بقاله أكتر من 10 سنين، وأنا مش بتكلم عن سوفت وير أو بلجنز هنا. انت ممكن تطلع ديزاين شكله حلو، بس لو حد سألك انت استخدمت التايب سكيل ده ليه، او الهيدنج ده بالويت ده ليه، او حتى الوايت سبيس هنا اكبر من هنا ليه، لو انت ما عندكش اجابات للحاجات دي او للاسئله دي، فانت يعتبر كده بتشتغل بشكل عشوائي. الفيديو ده انا مش جاي النهارده اكلمك عن اساسيات في الديزاين، او مش هكلمك عن تولز. احنا هنعيد تفكيرنا في بعض الحاجات اللي احنا ممكن بنعملها بشكل يومي، بس مش عارفين دي بتتعمل بالشكل ده ليه. هنتكلم عن اللاي اوت، عن الهيراركي، وهنتكلم عن التايبوجرافي، ونفهم اللوجيك اللي بيشتغل بيه كل حاجة من دول. فلو انت ديزاينر بتحس ان شغلك شيك بس مش مميز، الكلام الجاي ده ليك. طيب، الديزاين يعتبر الحاجة الأساسية، أنا شايف إن هي بتبقى كوميونيكيشن تول. أنت بتكوميونيكيت بيها مع عين اليوزر أو الجنرال يوزر لما بيشوف الديزاين ده. في لغة تواصل ما بين الديزاينر اليوزر الفاينل اللي هو اللي بيشوف الديزاين ده، سواء كان هيشتري او هياخد اكشن. طيب، انا لو جيت سألتك قلت لك مثلا الديزاين اللي قدامك ده او السكرين او السلايد اللي انت شايفها دي ايه رأيك فيها؟ هتقول لي حلوة، بس لو جيت قلت لك حلوة ليه انت مش هتعرف، او هتقول لي مثلا عشان التكست مكتوب كده بالطريقة دي، او مثلا اللون الاورنج عامل كونتراست مع اللون الابيض في وايت سبيس، الكلام ده كله. بس الحقيقة لما جيت عملت الديزاين ده والسلايد دي، هي كل حاجة ليها أهمية، كل حاجة في مكانها بالظبط، وده اللي احنا هنعرفه في آخر الفيديو. طيب، ليه أصلا اللاي أوت أو ليه الهيراركي مهم جدا؟ أولا لأن دايما بيقولك إن عين اليوزر أو عين اللي بيتفرج هو مش بيقرأ، هو بيسكان. يعني ايه بيسكان؟ يعني انا لو ما جيت دلوقتي قريت why this matter، يعني الحاجة دي ليه مهمة، انا مش بقرا تكست، انا بسكان. عيني بتروح في الديزاين من يمين لشمال، من فوق لتحت. ومين اللي بيحدد ده؟ الديزاينر لما بيجي بيشتغل على الديزاين او بيشتغل على الفيجوال الاول، هو طبعا بيكون عنده الحاجة المهمة او الاليمنت المهم بيوضحه. على اساس ده هنتكلم برضو عن الهيراركي. يعني ايه اصلا هيراركي؟ الهيراركي عموما مش في التكست بس، او مش في الاليمنتس بس، هي عموما هنتكلم من منظور ابعد شويه، وهو منظور الفيجوال تحديدا. آه، يعني دايما بقولك لو كل حاجه مهمه فكده مفيش حاجه مهمه. معنى ايه الكلام ده؟ بكل بساطه، لو انا عندي ديزاين في مثلا وليكن اوفر مثلا عن خصم 50% عن مثلا منتج معين عندي، لو انا جيت في الديزاين خليت المنتج أهم حاجة، كبرت المنتج على الآخر، وخليت 50% دي أهم حاجة كبرتها على الآخر، واللوجو كبرته على الآخر، والتكست اللي تحت كبرته على الآخر، والعنوان على الآخر، أنا كده كيوزر عادي هشوف إن ده حاجة مفيش حاجة مهمة، يعني ما لقطتش إيه المهم في الفيجوال ده أو في الديزاين ده. هشوف 50% نفس أهمية المنتج، نفس أهمية العنوان، نفس أهمية اللوجو. فالصح اللي احنا بنعمله حاجة اسمها هيراكي. الهيراكي ان انا بفضل عن حاجة عن حاجة، بشوف ايه الحاجة المهمة عندي، وليكن مثلا الحاجتين، ممكن تكون حاجتين بس في كل حاجة ليها أولوية. انت برضو هتصفي معاك على حاجة واحدة. الحاجة الأهم بالنسبة لي الخصم 50%. 50% دي تبقى واضحة بشكل كبير. ممكن نستخدم كونتراست لون تاني، وهنعرف برضو ازاي أنواع الهيراكي اللي احنا ممكن نأكد عليها الهيراكي في أي فيجوال احنا هنعمله. ف50% تبقى كبيرة. المنتج مثلا هيبقى جنبه بس بشكل أصغر شوية، العنوان تحت كده بحاجة بسيطة، لأن كده كده العنوان بيبقى في الكابشن. اللوجو برضو حاجة بسيطة من فوق كده. فالأهم عندي الحاجة المهمة اللي هو الإليمنتس الأهم، اللي هو البرودكت. طيب، وظيفتك كديزاينر أو وظيفتك كفيجوالايزر إن أنت تخلي عين اليوزر يقرا ده الاول، بعدين ده، بعدين ده، بعدين ده، زي ما انا عملت دلوقتي لما انت شفت السلايد دي. انت قريت your job as a designer، شفتها في الاول is to tell the eye where to go first و second وبعدين third، دي شفتها اخر حاجة. فدي الهيراركي في التكست، ان انت
طيب لو جينا هنا مثلا بصينا على التو فيجوالز دول، انا اقول لك انت عينك راحت فين. انت عينك دلوقتي راحت ناحية الشمال، راحت على الفيجوال الكونتراست عالي فيه اللي هو لونه احمر. عينك لقطت اليست اللي فوق، التكست اللي فوق ده. ليه؟ لان كونتراست الاصفر مع الاحمر شديد، فانت عينك لقطته بسرعة. وبعدين بدأت تنزل في الديزاين واحدة واحدة لتحت، عينك راحت على سيف ذا ديت، بعدين قريت الكلام اللي جنبه، وبعدين قريت التكست اللي هو مكتوب بالابيض ده اللي على الشمال. ده طبيعي جدا، يعني انا مش ساحر، ده طبيعي جدا، واي حد هيشوف الديزاين ده هو هيمشي بنفس الترتيب اللي انا قلته لك. طيب ليه؟ لان يعني ده العادي، ده العادي لأي حد هيشوف ديزاين زي كده. طيب هل الديزاينر لما جه هو عامل حسابه في ده 100%؟ اه. وده اللي بيفرق الديزاينر عن التاني. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو جيت كنت كل التكست ده كان بنفس الويت وكان بنفس الحجم، هل عيني هتقرا نفس اللي انا قريته؟ بالتأكيد لا. فهنا في حاجات مهمة وفي حاجات أهم من حاجات عشان أنا أعرف أوصل الرسالة بشكل سريع. اللي على اليمين طبعا أنت already طبعا قريت إن هو you will read this first. أنت كده كده لازم تقرا دي، لأن كونتراست أحجام، كونتراست ألوان، يعني التكست كبير مقارنة بالتكست اللي حواليه، ولونه مختلف مقارنة بالباك جراوند أو التكست اللي حواليه. فهنا الهيراركي اتعملت في الاتنين، اتعملت في الألوان واتعملت في الأحجام. لو جيت هنا انا مثلا بصيت على الفيجوال اللي على الشمال، انا كده كده لقطت ان هو بوستر فيلم. هقراها ازاي او عيني هتمشي فيه ازاي؟ خلاص انا هعرف ان انا مثلا الفيلم او المسلسل ده اسمه لوج، يعني هتيجي من حرف الدي بعدين الاي بعدين الكي بعدين السي والاو والال، هقراها من تحت لفوق. بعدين عيني هتقرا اللي على اليمين، الراجل اللي قاعد والقطه والكلام ده. ليه؟ لان انا في هيراركي في الموضوع، التكست عامل كونتراست او حاجه مختلفه عيني مش متعوده عليها، فانا قريتها من تحت لفوق. طب لو جيت على الفيجوال اللي على اليمين ده، عينك قريتها بدأت من أول الإيد، بعدين راحت على الظرف أو الجواب، وبعدين قريت التكست اللي فوق ونزلت التكست اللي تحت. في حاجات مش مهمة في الديزاين بس بتفرق كشكل. طيب في هنا مثلا فيجوال زي كده. الفيجوال ده في عندنا حاجة اسمها فوكال بوينت. الفوكال بوينت دي بكل بساطة الديزاينر لما بيجي يعملها، أو الفيجوالايزر أو المصور اللي بيجي بياخد شوت، في حاجة عندنا اسمها فوكال بوينت. الفوكال بوينت دي يعني أنا النقطة دي اللي أنا عايز أركز عليها، أو الحاجة الأساسية أو الفكرة الأساسية عندي بتبقى في الحتة دي. فأنا خلاص عيني هتضرب هنا على طول، وبعدين هتبتدي تسكن حوالين التفاصيل اللي حواليهم. يعني أنا خلاص بدأت من هنا، وبعدين شفت دول ده حارس مثلا، ودول بتوع أمن، ودول ده تقريبا مثلا من جراج أو حاجة زي كده. وهنا برضو في كونتراست ألوان، اللون الأورنج مع اللون التيل أو اللون اللبني شوية، ده عامل كونتراست شديد. فأنا بالهيراركي مشيت عين اليوزر أو مشيت عين اللي بيتفرج زي ما أنا عايز. يعني أنا مثلا نفرض لو جينا هنا مثلا خلينا المبنى ده أو خلينا الكشك ده نفس حجم الأشخاص، أنت مش هتحس إن في حاجة مهمة، فعينك هتتلخبط، فأنت مش هتعرف تشوف إيه الأول، فده هيودينا إن مفيش فوكال بوينت أصلا. هنا مثلا في الفيجوال ده التكست هنا واخد كونتراست أحجام وكونتراست ألوان، فالهيراركي ماشي أو بدأ من التكست هنا وبعدين نزل. أنت عرفت التفاصيل. التكست اللي تحت ده هو ملوش أي تلاتين لازمة، بس هو محطوط علشان يبالانس الجزء اللي فوق ده مع الجزء اللي تحت. والفونت ده كونتراست شديد جدا بينه وبين الأخضر وبينه وبين البني. طيب عندنا برضو الهيراركي ممكن نعمله أو نوضحه بحاجة اسمها size and scale. يعني ايه size and scale؟ يعني مثلا لو أنا جيت هنا قلت لك بص على الصورة اللي على الشمال دي، فأنت هتيجي تقولي والله ما فيش حاجة مهمة، هما كلهم نفس السايز وكلهم في حجم واحد، فأنا مش شايف إن في حاجة أهم من التانية. في حين أنت لو بصيت على نفس الصورة وعملنا كم تغير بسيط كده، انت هتحس ان السمكة دي او القرش ده اهم، بعدين ده بعدين ده بعدين الباقي كله زي بعض. فانا كده بالسايز اند سكيل، بالحجم والسكيل خليت حاجة اهم من حاجة. برضو ان انا اعمل هيراركي تاني بحاجة اسمها color and contrast، ان انا ابرز حاجة معينة بان انا اغير لونها عن
الحاجات اللي حواليها. طيب عندنا حاجة مهمة برضو، التايبو أو التكست عموما بيتكتب ازاي. انت لو انت مش عامل هايراركي في تكست فانت هتشوفه زي كده، مش شايف حاجة مهمة. الهيدنج تكست أصلا مش شايفه، في حين ان انت لو خليت الهيدنج تكست مثلا بفونت او ويت مختلف شوية، لا انت هتعرف ان ده العنوان الرئيسي او الحاجة الأساسية بتاعة التكست، وبعدين الحاجات اللي تحت اللي هو الباك تكست. طيب لو احنا جينا نتكلم عن الفونتس، فاحنا عندنا، خلينا نتكلم في انجلش مثلا، هو انواع الفونتات كتير، بس اهم نوعين عندنا معروفين دايما، اللي هما نوعين اساسيين عندنا، السيرف والسان سيرف. الفونتات السيرف اللي هي بتبقى كده، الحروف بتاعتها بتبقى حادة، بتعبر عن حاجة كلاسيك، حاجة قديمة، يعني تحس ان هي اولد سكول شوية. ودي اغلب او دي امثله للفونتات السيرف. طيب وده برضو ازاي ان احنا نوظف فونتات زي كده، يعني اغلبها بشوفها في الريل استيت شويه، بشوفها في الحاجات الارتستيك، الحاجات اللي هي تبان ان هي كلاسيك شويه يعني. في عندنا النوع التاني من الفونتس، هو اللي هو سان سيرف فونتس. طيب ده اللي هو بيبقى كلاسيك المودرن اللي اغلبنا دلوقتي بقى يستخدمه، او الفتره دي بيستخدمه كتير يعني. ودي امثله للفونتات السان سيرف. دي برضو أمثلة للي أوت معمول بفونت سان سيرف. وليكن مثلا زي دي، هو طبعا لعبة اللي أوت كبيرة جدا، محتاجة فيديو لوحدها يعني. فبس انت عادي جدا ان انت تستخدم اتنين مع بعض. الكلام ده معناه ايه؟ ان انا ممكن استخدم فونت سيرف وفونت سان سيرف في نفس الوقت. طيب لو جينا نتكلم عن الفونتات العربي، او ان احنا ازاي نعمل لي اوت، يعني في ناس برضو بتقولي ان هو اللي اوت بيبقى احلى في الانجليش، بس احنا لو جينا نزينات العربي مش هنعرف نعمل الكلام ده كله. دي امثله للفيجوالز ان هي لي اوت قوي فيها. خلينا مثلا نتفرج على الفيجوال اللي على الشمال ده، هو كونتراست الوان شديد جدا، التكست مكتوب بفونت او بلون كونتراست بتاعه عالي على اللون الاخضر، واللون الباك جراوند اللي هي الاخضر الغامق. دي اهم حاجه عندي. وبعدين في تكست هنا، وبعدين في هنا، وبعدين في حاجه هنا ملهاش لازمه بس شكلها حلو ووزنه، المقفله الفريم. هنا برضو الزمن يرجع، هي مكتوبه بفونت بولد وكبير جدا. انت قريتها اول حاجه طبعا، هناك بدات تمشي في الشرايط دي عادي جدا. هنا التكست ده ملوش لازمة، وبرضه ده ملوش لازمة، بس طبعا هو لو شلته فانت حاسس ان في حاجة غلط. انا لما بقول ملوش لازمة فملوش لازمة ككونتنت، انا مش هستفاد حاجة لما انا اقرا مثلا الحاجة دي، لا. بس طبعا هو ليه اهمية كبيرة جدا في حتة الفيجوال واللي اوت. ولكن انا مثلا بتكلم عن اللي اوت برضه هنا العربي. دي اغنية مثلا انا كنت عاملها فيجوال، التكست اللي فوق كله ده ملوش اي تلاتين لازمة، بس المهم عندي الحتة دي او التايبو ده. وفي نفس الوقت في هنا تكست بسيط كده مكتوب بالانجلش، هو وازن، عامل كتلة كاملة في المستطيل ده. التكست العربي او الكلمتين العربي دول اللي تحت دول ملهمش لازمة ككونتنت، بس مقفلين الفريم مع التكست ده والتكست اللي فوق. طيب خليني اوريك حاجة تبين لك أهمية اختيار الفونت. ده دايركشن كان معمول لماجيك بلانت عادي جدا. ماجيك بلانت طبعا زي ما احنا عارفين كلها حاجات بلايفول، هي كده كده ألعاب أصلا يعني. فبديهي وطبيعي جدا إن احنا هنستخدم الكالرز دي والإلمنتس دي في الدايركشن بتاعهم، دايركشن السوشيال ميديا. طيب خلينا نبص مع بعض كده. لو أنا سألتك قلت لك إيه أهم حاجة في الدايركشن، أو إيه أهم حاجة موضحة الدايركشن إن هو بلايفول؟ مظبوط، الفونت بالمناسبة الفونت ده هو كده يعني، الدودلز اللي في الفونت ده هي نازلة مع الفونت كده، مش أنا اللي عاملها. طيب عشان أوريك أهمية اختيار الفونت، لو أنا جيت مثلا الحاجة دي بلايفول مش هغير أي حاجة في الدايركشن، الألوان هي البليسمنت بتاع اللوجو هو كل حاجة هي، وهغير الفونت بس. مش هقولك إن أنا هستخدم فونت سيرف، لأ، أنا هستخدم فونت سان سيرف وهيكون مودرن. إيه رأيك؟ شايف إيه؟ كده أحسن ولا كده؟ طيب خليني اقول لك، انا شايف ان كده احسن. كده حسيت ان الموضوع جد، حاسس ان في حاجه غلط، انا عيني مش مرتاحه. وده برضو باكد لك، ده مش عشان انت شفت الفونت البيفل فانت لما شفت ده حاسس ان ده مش حلو.
بالعكس جدا، احنا وقتها في الدايركشن ده جربت فونتات كتير وجربت لاي اوتس كتير، ونفس المشكله، حاسس ان انا عيني مش مرتاحه، حاسس ان الفونت ده جد جدا على الدايركشن ده، او جد جدا على عموما الدايركشن ككل، فاختار الفونت مهم جدا في الحتت دي. طيب خلينا برضو نروح عن حته اللاي اوت، او نروح عند حته ان انت الريبليسمنت بتاعك بيبقى عامل ازاي في الديزاين. لو سألتك قلت لك ايه احلى، اللي على الشمال ولا اليمين؟ طبيعي وعادي جدا، واي حد هيقول على اليمين احلى. طيب ليه؟ بالمناسبة هو الكونتنت هو مفيش اي تغيير فيه، نفس التكست نفس كل حاجة. لو جينا بصينا على الشمال، هو مشاكله هو التكست تحس ان هو مكتوب كده وخلاص، مفيش اي هيراركي، مفيش اي، حاسس ان الديزاين كله اصلا على اليمين هنا الجزء ده كله فاضي مفيهوش اي حاجة، رغم ان هو في اصلا يعني كصورة لو بصينا عليها فهي هتبقى سيمترية، فانت المفروض التكست يتحط هنا لان انت قاسم الجزء ده والجزء ده، فالتكست المفروض يتحط هنا. طيب عملنا ده هنا، فرق 180 درجة طبعا. هو تكست مثلا اتكتب هنا مثلا الفايرال براند مكتوب بفونت جريدينت وفونت واضح، ودي برضو ملهاش لازمة، ده ملوش لازمة بس قافل الفريم، وده برضو علشان يلنك الجزء الفاضي ده كله مع الفيجوال بشكل كامل. طيب لو جيت سألتك هنا قلت لك اللي على الشمال ولا على اليمين، هتختار ايه؟ طيب لو انت اخترت على الشمال فانت صح. صح ليه؟ لان الحبر ده او الجزء ده هو ملنك التكست ده مع ده، لو انا جيت شلته هنا فتحس ان التكست ده قاعد لوحده فوق وده قاعد لوحده تحت. امتى ده يبقى حلو؟ لو انا جبت التكست ده حطيته تحت هنا واللوجو خليته ناحية اليمين قصاده، هقول لك ان هو ممكن يبقى حلو، لكن كده تحس ان الدنيا مش ظابطه برضه، او عينك مش مرتاح. اكيد من غير ما اسالك انت اخترت اللي على الشمال ليه؟ بالمناسبه لو انت مش واخد بالك، فهو التكست هو الكونتنت اللي على الشمال وهو اللي على اليمين. طب ايه اللي اتغير؟ طب انا ليه اخترت اللي على الشمال؟ طب انا ليه شايف ان اللي على الشمال احلى من اللي على اليمين؟ بكل بساطه ده ملخص الفيديو بتاع النهارده اللي انا كنت بقول لك عليه. لو انت شاطر في حته اللاي اوت وشاطر في حته توزيع التكست بشكل صح، او توزيع الهيراركي عموما، انت تعمل هيراركي حلو، هيغير شغلك 180 درجه. وزي ما انت شايف، خلينا مثلا ناخد ده كيس ستادي، احنا بنتكلم مثلا عن ده، فالبرومس ده اللي هو اسم البراند يعني، مش مهم أوي عندي، أو مهم بس بطريقة مش كبيرة يعني. التشارجر ده البرودكت بتاعي 80 واط، أنا كنت شايف إن هي أهم حاجة، لأن أنا بقول مثلا الشاحن ده سريع جدا، فهو مثلا 80 دي بقت بشكل كبير واخدة جريدينت بقت ورا البرودكت. والتكست هنا برضو ده هو ملوش لازمة بس عشان يغنك الكلمة دي مع دي، وده برضو ملوش لازمة هنا، مأكد إن أنا لو أنت مقريتش دي فأنت هتقراها هنا. طيب ده وحش ليه؟ وحش ليه؟ لأنه هو مفيش حاجة مهمة، هو كل حاجة مهمة، يعني مفيش حاجة واحدة مهمة، هو كل حاجة مهمة. ده يرجعك لأول سلايد احنا فتحناها مع بعض في الهيراركي، لو قلت لك لو انت خليت كل حاجة مهمة فانت كده مش هتخلي أي حاجة مهمة. المهم عندي مثلا الشاحن، خلاص أنا حاطط الشاحن بنفس السكيل بتاع التكست هنا، بنفس السكيل بتاع اسم البراند، وكاتب 80 واط تحته، مفيش أصلا أي تكست وزن تحت. انت بعينك او انت لوحدك قريت ان اللي على الشمال احسن من على اليمين بتعديلات بسيطة جدا بلمسات بسيطة جدا، انت عرفت ان ده احسن. طيب انا كده وصلت لاخر الفيديو، اتمنى ان الفيديو يكون عجبك. لو الفيديو عجبك متنساش اللايك والشير والسبسكرايب. انا هنا بحاول ان انا اتكلم في حاجات او في توبكس في الديزاين هي محدش هيكلمك فيها، او محدش هيديلك في الاساسيات، بس انا ببسطها لك بشكل كبير وبديلك كيس ستادي قدامك بتشوف الحاجة دي عاملة ازاي. مستنيك في الكومنتس تقولي المشاكل اللي بتواجهك او الحاجات اللي انت حابب ان احنا نتكلم فيها الفيديو الجاي. شكرا، سلام.